السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. فيديو اليوم بالتعاون مع قناتين عراقيات. اول قناة هي الصديقة الغالية ام صهيب من مطبخ ام صهيب، سوت لكم مندي باللحم، وهاي هي صورة الطبق وهاي صورة قناتها، اشتركوا وياها. وثاني قناة هي قناة الصديقة الغالية مطبخ الياسمين، سوت لكم كبة الجريش، وهاي هي صورة الطبق وهاي صورة قناتها، اشتركوا وياها. راح اترك لكم روابطهم بصندوق الوصف وبالتعليقات، اشتركوا وياهم. اما بالنسبة الي سويت لكم تحلية بثلاث طبقات، سهلة وسريعة يعني، والمواد متوفرة بكل بيت. تابعوا وياي الفيديو. لعمل هذه الوصفة للطبقة الأولى راح أحتاج 3 أكواب من الحليب و3 ملاعق كبار نشا ورشة هين، وممكن تستغنون عنها. وراح أحتاج نص كوب من السكر، وممكن تقللون السكر أو تزودوه على حسب ذوقكم. وعندي هنا هاي صينية الكب كيك، خليت بيها هاي الكاسات بشكل مائل حتى نفرغ بيها الخليط. أول ما أبدي راح أضيف الحليب، راح اضيف النشا والهيل، وراح اضيف السكر، وراح اخلط المواد لحد ما تذوب عندي حتى اخليها على النار. هنا خليت الخليط على النار وراح استمر بالتحريك الى ان يدخن. هنا الخليط تخن عندي وصار بهذا القوام، هاي هي صار جاهز. راح اطفي النار عليه. مثل ما قلت لكم خليت الكاسات بشكل مائل، وراح ابدي افرغ الخليط بيها. هسه من بعد ما فرغته بهذا الشكل راح انتظره الى ان يبرد تماما، وبعدها نبدي بتحضير الطبقة الثانية. يعني انا اول شي حخليه يبرد بدرجة حرارة الغرفة، بعدها حدخله للثلاجة الى ان يبرد تماما حتى نبدي بتحضير الطبقة الثانية. هسه لتحضير الطبقة الثانية من الحلو، عندي هنا كوبين من عصير الخوخ، وعندي ملعقتين كبار نشا، وعندي ملعقتين كبار سكر. هذا السكر كافي لان العصير هو حلو. هسه هبدي اخلي العصير هنا بالجدر، وراح اضيف النشا والسكر واخلطها، وبعدين اخليهن على النار. هسه هنا أنا ايضا خليته على النار، وراح استمر بالتحريك الى ان يدخن. هنا سخن عندي، صار عندي بهذا القوام، خلاص راح اطفي النار، صار جاهز. هسه هنا طلعت الصينية من الثلاجة، راح اخلي الاكواب بالعكس، يعني مو كانت على هاي الجهة راح اخليها بالاتجاه المعاكس. راح افرغ هذا المزيج بهذا الشكل، اكملهم كلهن بنفس الطريقة. فرغته بهذا الشكل. ايضا راح انتظر هاي الطبقة تبرد تماما وتجمد مثل الطبقة الاولى، بعدها نبدي بتحضير الطبقة الثالثة. لعمل الطبقة الثالثة راح احتاج مغلفين او باكيتين من الجلي، راح استخدم جلي فراولة. هنا فرغتهن بهاي الشيشة حتى يسهل بس علي تفريغهن، وراح اضيف لهن كوبين ونص من المي الساخن. راح اخلطه لحد ما يذوب الجلي، وابقى اخلط بيه لحد ما شويه يعني تهدى الحراره مالته حتى اصبه فوق الكاسات. هسه هنا راح ابدي افرغ الجلي فوق الكاسات بهذا الشكل. بعد ما فرغت الجلي بكل الكاسات راح انتظره يبرد تماما حتى ازينه. هسه من بعد ما تماسكت عندي طبقة الجلي، عندي هنا كريم شانتيه خليته بكيس حلواني، وراح اخليه على الوجه. هسه اخر شي راح ازينه بحبات الكرز، وبهذا الشكل اكون كملته.
بهذا الشكل يكون انتهى عندي. أتمنى ينال إعجابكم، وإذا عجبكم الفيديو المرجو الاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد. شكرا على حسن المتابعة، مع السلامة.